صباح الخير، صباح السعادة أو مساء الخير على حسب ما بتشوف الفيديو. يلا نعمل مع بعض الطبق الحلو ده من الكنافة. ولو احنا اشتريناه من برا هيكلفنا مبلغ عالي، فاحنا هنعمله النهاردة من نص كيلو كنافة وحبتين من الموز. هنعمل الطبق الحلو ده، حلو جدا وسهل وبسيط وهيعجبكم جدا جدا، وكمان مش هيكلفنا اي حاجة. وعندنا اصابع الكنافة هنعملها بطريقة سهلة جدا واي حد ممكن ان هو يقدر يعملها. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من الكنافة، اهم حاجة ان هي تكون فريش عشان تكون طرية ونقدر ان احنا نشتغل فيها، او لو هي في الفريزر اهم حاجة ان هي ما تكونش اخدت وقت طويل في الفريزر، وبنبدأ ان احنا نخرجها ونسيبها في المطبخ بدرجة حرارة المطبخ لحد لما تكون معايا طرية. عندي حبتين من الموز عشان نحشيها بالموز، وكمان بالمكسرات معلقة من جوز الهند، معلقة من الزبيب، معلقة من السكر. وعندي هنا للشربات اول حاجة هنعمل الشربات، كوبايتين من السكر وكوباية من المية وعصير نص ليمونة. وبعد كده مش هنقلب الخليط ده خالص عشان ما يبدأش ان هو الشربات يسكر معايا، وبعد كده هنرفعه على النار على نار متوسطة. وعندي هنا فانيليا، بس هنسيب الخليط ده لحد لما يغلي، هنسيبه حوالي 8 دقايق لحد لما القوام بتاعه بيكون لحد ما تقيل. وبعد لما يغلي هنبدأ ان احنا نضيف له في الاخر الفانيليا علشان يديلها طعم وريحة حلو. بعد كده عشان نعمل خليط من المكسرات سهلة جدا، معلقة من جوز الهند، معلقة من الزبيب، ومعلقة من السكر، وبعد كده نخلطهم مع بعض كويس، وده كده حشو. بعد كده عندي هنا حبتين من الموز، هنبدأ ان احنا نقطعه ترانشات بالشكل ده كده، او ان احنا نقطع كل واحدة على اتنين عشان نبدأ ان احنا نحشي بيه الكنافة كويس جدا. حلوة جدا، وماما بتعملها لنا على طول، كانت بتعملها لنا، فوصفة حلوة جدا وان شاء الله تعجبكم، فحبيت ان انا اشاركها معاكم واعملها لكم. اول حاجة عندي هنا 3 معالق كبيرة من السمنة. واول حاجة هنبدأ ان احنا ندهن الصينية اللي احنا هنبدأ ان احنا نشكل فيها الكنافة دهنة كويسة من السمنة عشان تبتدي تاخد لون كويس جدا من تحت. وعندي هنا الكنافة علشان نبدأ ان احنا نعملها اصابع، بنبدأ ان احنا ناخد قطعة من الكنافة بالطول بالشكل ده كده، وبعد كده نبدأ ان احنا ندهنها دهنة بسيطة من السمنة عشان تديلها طعم حلو جدا. وما ينفعش في الوصفة دي ان احنا نستعمل زيت علشان السمنة هي اللي بتدي طعم وريحة الحلويات الشرقية. بعد كده بنبدأ ان احنا ناخد الموز بالشكل ده، وبعد كده بنبدأ ان احنا نبرم، ونبدأ ان احنا نقفل عليها من الجوانب لحد لما نوصل لاخر شريطة الكنافة بالشكل ده كده. وبعد كده هنبدأ ان احنا نرصها في الصينية. بعد كده هنعمل مع بعض كمان واحدة سهلة جدا وما بتاخدش وقت، وطعمها حلو جدا، طعمها مختلف، طعمها طعم الموز وريحته ونكهته في الكنافة طعمه حلو جدا وهيعجبكم. بعد كده هنبدأ ان احنا نبرم ونبدأ نقفل عليها من الجوانب بالشكل ده كده، وبتكون معانا بالشكل ده. ولما تدخل الفرن ونبدأ ان احنا نقفلها عشان تستوي، هتبدأ ان هي تتماسك ومش هتفك ولا اي حاجة خالص بالشكل ده كده. ونبدأ ان احنا نرصهم جنب بعض في الصينية. وبعد كده بناخد شريطة من الكنافة، وعادي جدا لو مش موجود شريطة من الكنافة نقدر ان احنا نحط طبقات من الكنافة او جزء من الكنافة فوق بعضه لحد لما يكون شريطة، ونبدأ ان احنا نحط الموز بالشكل ده ونبدأ نقفل عليها وهتتلف معانا بكل سهولة بالشكل ده كده لحد لما نوصل لاخر شريطة الكنافة. وبعد كده هنبدأ ان احنا نرصها في الصينية. بعد كده بتكون بالشكل ده كده، وهكمل كل الكمية وبعد كده نرجع تاني مع بعض.
بعد كده هكمل بقى كل الكمية، ما بتاخدش اي وقت وسهلة وسريعة وحلوة جدا. هبدأ ان انا اكمل كل الكمية اللي معايا. حلوة جدا بقى لرمضان، وكل سنة وانتم طيبين. ونوع جديد ومختلف من الكنافة، مختلف عن الكنافة بالكريمة وبالمكسرات. فبالموز دي طعمها مختلف وحلوة جدا، هتعجبكم. عندي هنا خلصت كل كمية الموز، حبتين الموز كفول الصينية وحلوة جدا. بعد كده عندي هنا باقي جزء من الكنافة، هنبتدي ان احنا نعمله بخليط المكسرات اللي عندنا. هنبدأ ان احنا ناخد جزء من الكنافة ودهنة بسيطة خالص من السمنة، وعندي هنا صينية مدهونة، ونبدأ ان احنا ناخد المكسرات ونبدأ ان احنا نلفها زي ما لفناها في الاول بالشكل ده لحد لما نوصل لاخر شريطة الكنافة. وبعد كده هنبدأ ان احنا نرصها عندنا هنا في الصينية. بعد كده كملت كل كمية الكنافة، ده كله من نص كيلو كنافة وحبتين من الموز ومعلقة من كل حاجة من المكسرات. بعد كده عندي هنا معلقتين من السمنة، هنعملها كمان خفيفة ان هي ما تاخدش كمية سمنة كتير وتكون خفيفة وطعمها حلو. عندي هنا معلقتين كبار من السمنة، دوبتهم على النار. وبعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بالفرشة بخليط السمنة على الكنافة من فوق بالشكل ده عشان ما تاخدش كمية سمنة كتير. بعد كده هكمل الصينية التانية. بعد كده بتكون معانا بالشكل ده. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة عالية من أرضية لحد لما تاخد لون من تحت، وبعد كده بنولع عليها الشواية لو الاتنين ما بيولعوش في نفس الوقت. بعد كده لما تاخد اللون بالشكل ده هتبدأ ان الكنافة معانا تتماسك وتكون حلوة بالشكل ده. وده كده عندي هنا الشربات، اهم حاجة ان الشربات بنعمله عشان بيكون بارد. وده كده سمك الشربات بالشكل ده، ده كده سمك الشربات. بعد كده الشربات بيكون بارد والكنافة سخنة، لو احنا عايزينها في نفس الوقت تكون مقرمشة وكمان طرية. تمام، فلو احنا عايزين الكنافة معانا طرية هنبدأ ان احنا الشربات هيبقى سخن والكنافة سخنة. فده شكل الكنافة كده لما طلع من الفرن، ما بتاخدش وقت، حوالي بتاخد 20 دقيقة وبتكون بالشكل ده كده. بعد كده هنبدأ ان هنا نسقيها بالشربات وهي سخنة لحد لما نوزع كمية الشربات عليها كلها. لو حابين ان هي تكون معانا طرية هنبدأ ان احنا الشربات يكون سخن والكنافة سخنة، ولما نسقيها بالشربات نبدأ ان احنا نغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق، هتكون معايا طرية وحلوة جدا. لكن لو هنضيفها وهي سخنة والشربات بارد هتكون معانا مقرمشة وفي نفس الوقت طرية. بعد كده وزعت هنا كل كمية الشربات، وبتكون ده كده شكل الكنافة بتاعتنا. ريحة الموز وهي مع الكنافة في الفرن مخليها ريحتها حلوة جدا وطعمها حلو، فجربوها تعجبكم جدا. هنبدأ ان احنا نرص الكنافة، والكنافة معانا متماسكة واخدة لون كويس جدا. كمان كمية الشربات اللي اخدتها كمان سكرها مظبوط، فحلوة جدا وعملت كمية حلوة جدا من الكنافة وما كلفتناش اي حاجة خالص. فجربوها وان شاء الله تعجبكم بالشكل ده كده. ده كده حشوة الموز وده حشوة المكسرات. بعد كده عندي هنا ده كل كمية الكنافة من النص كيلو. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عملنا فيه كنافة بالموز، أصابع الكنافة بالموز حلوة جدا وسهلة ومختلفة وطعمها حلو جدا وهتعجبكم، فجربوها إن شاء الله تعجبكم. عندي هنا الكنافة بالموز بتكون طرية وفي نفس الوقت مقرمشة، والموز
بيكون بالشكل ده كده. وعندي هنا الكنافة بالمكسرات، ده بالموز، بيكون الموز في الكنافة من جوه، وكمان طعمه حلو جدا. وعندي هنا الكنافة بالمكسرات، بتكون معانا بالشكل ده. فده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عملنا فيه نوع جديد من الكنافة، طعمه حلو جدا وما كلفناش اي حاجة خالص. ومن نص كيلو كنافة عملنا كمية حلوة جدا، نقدر ان احنا نبتدي ان احنا نغلفها ببلاستيك ونسيبها في التلاجة. وده كده بيكون شكلها. وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فلو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكرة جديدة. كنت معاكم منار محمود.